تخيل معايا كده متحف اتبنى على بعد دقايق من الأهرامات، كلف أكتر من $1,000,000 أمريكي. بدأوا يبنوا فيه سنة 2002، وبعد سنين طويلة من الشغل بقى النهاردة أكبر متحف أثري في العالم، مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. والمتحف ده على مساحة حوالي نص مليون متر مربع، وبيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية، ومنها حاجات عمرها آلاف السنين وهتتشاف لأول مرة. وأول ما هتدخل المتحف هيقابلك تمثال رمسيس الثاني على طول، وزنه حوالي 83 طن. وميدان رمسيس ده مخصص إن هو يبقى واجهة لدخلة المتحف. كمان هتشوف مجموعة توت عنخ آمون، أكتر من 5400 قطعة تخص الملك توت عنخ آمون. ادعم بلدك وادعم الفيديو معاك، خليه يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ولو حابب تسمع عن أي قصة أو أي حاجة أنت مش عارفها اكتبها لي.